ماشي مظلوم، انت مرتاح في دور الضحية، تتقنع راسك ان الدنيا ضدك، ولكن في الحقيقة انت هو اللي باغي الشفقة ماشي الحل. تتقول ما بيدي حيلة وهي مجرد كذبة، تتغطى باش ما تتغيرش. اسمح ليا، اللي باقي يبكي من غير ما يتحرك ماشي محتاج تعاطف، محتاج يصح. السلام عليكم. المشكل ان الانسان اللي تيبني هاد العقليه تيبدا تيشوف الحياه كلها سلبيه، كلها انه مظلوم ومقهور وان الدنيا متآمره عليه. والاخطر في ذلك هو انه تيغذي هاد الفكر وتيبني الواقع كامل فوق الوهم انه ماشي السبب، كل شيء جاي من برا. ولكن الحقيقه راه الادراك ديالو هو اللي مريض، تيشوف الحياه منظر اسود. كل تجربه، كل موقف، كل علاقه راه تتحول عنده لاثبات جديد انه مسكين وانه. والخطير هو ان تيبقى يبحث على الدليل اليومي باش يقول لنفسه والاخرين شتو انا راه ضحيه. وما تيتوقفش غير عند الادراك، بل تيبدا يحس بنوع من الراحه في هذاك الضعف، لان في هذيك الحاله ما تيبقاش مطالب يبدل ولا يتحمل المسؤوليه. بالعكس تيتعاطفوا معاه الناس ويقولوا لي الله يحسن العوان، ويقولوا لي مسكين. وتيولي عنده فن الشكوى، ومسكين تيولي تيتلذذ بان الناس يعطفوا عليه وتيتستر ورا العجز ديالو، ولكن داخل مرتاح في الدور. والمشكل الكبير ماشي هو السلوك، ولكن هاد الشخص اللي تيرفض اي محاوله تغيير. فاش تيقول لك انت تقول لي حاول تبدل ولا هذا، تي تيدور فيك وتيتقلق وتيولي تيغوت. تيشوف ان التغيير بحال تيهدد الهويه ديالو اللي بناها، وهو الضحيه. وان اي شخص تيقول ليه العكس تيبان ليه العدو ديالو. والكارثه العظمى هو انه تيولي شخص عدواني وما تتقبلش الافكار ولا التصرفات ولا الاختيارات ديال الاخرين. كيبقى دائما داير هذاك الدور ديال هذاك المفعول به. كل كارثه، كل حاجه راه هو مفعول به. مسكين ما عمره ما تياخذ دور الفاعل. انا هاد المواصفات اللي تنقول لك ماشي باش نبداو نحكموا على الاخرين نقولوا ليهم راه نتوما عندكم دور الضحيه، ولكن باش نجلسوا مع ريوسنا مع ريوسنا ونشوفوا حنا واش فينا واش حنا تنلعبوا هاد الدور. حيت بعض المرات بنادم ما تيشوفش تيقول لك الجمل ما تيشوفش حدبته، تيشوف واحد حدبت الاخرين. يعني بعض المرات حنا تنكونوا في هذاك الدور وما تنعترفوش به. واول حاجه غادي نهضروا عليها هي هنا في هاد لابارتي، هي كيفاش غنخرجوا من هاد الدور، ان كيفاش غادي نتبدلوا. هو اول حاجه هو ان نراقبوا علاش تيتعاود معانا نفس السيناريو. علاش كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. فحال تنقول لك هذاك ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وتيعاودوا لك حيت تيقول لك راه انت ما فهمتيش، خاصك نعاودوا لك باش تفهموا. وحنا شنو تنقولوا؟ لا راه جاينا من برا، لا راه ما جاناش من برا، جا باش يغيرنا من الداخل. يعني اول خطوه اللي نديروها هو نتحملوا المسؤوليه. وكيفاش نتحملوا المسؤوليه؟ نقول انني انا تندير شي حاجه اللي تجيب لي هذاك اي سبب تكون مسبب ديالو. نعترف انني انا راه مسبب ديال هذه الحاجه، اما بطريقه ديريكت ولا انديريكت. وهذا ماشي بمعنى انني نبدا نلوم في راسي وندير جلد الذات، لا ماشي بهكاك، ولكن غير انني نتحمل مسؤوليه لي زاكت ديالي، ولي داكشي ونحاول نحلل شنو هي الحاجه اللي تتعطيني هذيك النتيجه. لا المسألة الثانية هي خصنا نتعلموا نشوفوا النعم اللي في حياتنا، ما نبقاوش نشوفوا غير المصائب. يعني ما نبقاوش نشوفوا غير الكاس الخاوي، البلاصة اللي خاوية، ماشي ما نشوفوش العامرة. يعني نحاولوا ندربوا على اننا نمتنوا لله. أي حاجة
راه في النهار ديالنا فيه 24 ساعة، ما يمكنش هذيك 24 ساعة كلها غتكون مصائب، ولا بد غيكون فيها النعم اللي نقدروا نحمدوا فيها الله، ومنها غادي نجيبوا القوة باش نقدروا نواجهوا الظروف ديالنا. الحاجة الثالثة هي نعيش، باغ اكزومبل انا تندير شي فعل نعيشو في هذاك اللحظه، في هذيك الوقت، ما نعيشوش وانا مرتبط سميتو بالماضي، حيت الا بقيت تنفكر في ليكسبيريونس القديمه غنبقى دائما ندير في حالها ونجيب نفس النتيجه. خاصني نقطع مع ليكسبيريونس القديمه ونحاول ندير سميتو نركز في هذيك الاكسبيريونس اكطويل اللي انت عايش فيها باش تاخذ نتيجه مغايره. حيت الا ما يمكنش تاخذ نتيجه مغايره وانت تدير تدور في نفس الدائره. هذه من الحوايج لانك خصك تقطع ماشي حيت طحتي داك النهار راه ما غتمشاش. كون كان عندنا التفكير ما عمرنا ما نتعلموا نمشيو. شحال حنا فاش نكونوا صغار تنبقاو نمشيو ونطيحوا نوضوا ونطيحوا نوضوا ونطيحوا حتى تنتعلموا نمشيو. سي لا ميم شوز مع هاد التكرار ديال الفشل ولا التكرار ديال المشاكل. وهذا خاصنا نقطعوا، حيت فاش كنا صغار ما كناش كانت عندنا اون ميموار كورت، كنت تطيحوا وتنساو راسنا تنوضوا تنساو راسنا اننا طحنا وتنعاودوا نتمشاو. واخر حاجه هي انك خصك تعرف ان التغيير سنه كونيه، خص ولا بد نتغيروا. ما يمكنش راه سميتو الحجره وتتغير بعوامل التعريه، ولا بد كاينه سنه التغيير. يعني ما تبقاش تعطي راسك مبررات لا راه ما درتش لا ما وقع لي راني طحت راني رجعت ووقفت. مهم خاص تغير باي طريقه ووسيله، تغير خاصك تغير. والحقيقه هو اننا كلنا تنتعرضوا للظلم وتنتعرضوا للفشل وخيبه الامل، وهذا حيت هاد الدار اللي حنا فيها دار ابتلاء، ماشي دار ديال الراحه وسميتو. يعني كيف ولا بد غيوقعوا لنا المشاكل، ولا بد غنتألموا، ولا بد غنبكيو، ولا بد غنتوجعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى مات ليه ولده وبكى، ولكن تيقول لك العين تدمع والقلب لا يحزن. يعني يعني نورمال اننا نبكيو يوقعوا لنا المشاكل، ولكن دائما نشوفوا ان هاد الحاجه اللي وقعت لنا وهاد الامتحان اللي سقطنا فيه موراه شي حاجه بغى يقول لنا الله شي حاجه خاصنا نسمعوها. الا بقيتي تبقى تشكي ما غتسمعش. اللهم وقف مع راسك وسمع علاش جاك هذا الامتحان، اشنو درتي باش يجيك هذا الامتحان، شنو بغى يغير فيك هذا الامتحان. وهذا هو اللي غادي تغير به حياتك، حيت كيف ما قلت لك التغيير سنة كونية. الا ما تغيرتيش راه ما يمكنش تزيد لقدام.